شاء الله بيزيدوا العالم يلي بيحبوني، أكيد بأعمالي أكيد رح ضل سلطانة. أول شيء أنا باللقاء بالراديو لما كانوا بيسألوني وبيكرروا السؤال وأنا عم أقول إنه أنا ورافائيل كنا أصدقاء، وشخص عاش مع شخص تاني لمدة 4 أشهر، أكيد رح يحس بالإحساس اللي أنا حسيته. أكيد أنا ارتحت كتير لرافائيل. أكتر شخص كنت مرتاحة له هو رافائيل أكيد. وأكتر شخص كنت بعبر عن شعوري يعني بأي شيء بالأكاديمية هو كنت بعبر لرافائيل، لأنه رافائيل وقف حدي، والوقفة اللي وقف معي رافائيل فيها ما كان حدا وقف معي فيها. وأنا بعزه كتير وبحترمه كتير ورح ضلني احترمه. وقصة إنه أنا قبلات وعناق، أنا بصراحة مثل ما أنتوا قلتوا إنه كان شي عفوي كتير. أنا عشت مع شخص 4 أشهر ببيت واحد، ما كان في اتصنع ولا شي. مع العلم إنه ممكن كان في اتصنع وما اعمل هالشي، او اقول يعني انا بمثل المغرب اكيد، ومثلته احسن تمثيل. يعني لحتى مثله مش انه اكيد يعني هو قبلة بوقت فرح او وقت حزن ما بتنحسب، لانه عادي نحن عايشين مع بعض عيلة وحدة. واكيد رح ضل مع تواصل مع رافائيل اكيد، وكتير بعزه لهالشخص. والحمد لله في عالم بتحبني وفاهمة الموضوع، وهي متابعتني 4 أشهر وبتعرف شو فيه وشو ما فيه، وبتعرف فبركة، وبتعرف إنه في فيديوهات مفبركة، وفي عالم بدهم يسيئوا لإلي وبدهم يسيئوا لمهنتي الفنية. وأنا بقول إنه هو بالعكس مساء لإلي. زادت جماهيريتي أكتر وأكتر، وكل العالم لاحظوا هيك شيء. وبقول ميرسي لكل شخص عم يعني يقول حكي مش حلو علي، لأنه وحياة الله بالعكس هو بيزيد جماهيريتي مش أكتر. وقصة إنه علاقة وأحضان وبوس وما مش عارفة شي، يعني بدي أضيف بس شي ضروري كتير. مع احترامي لكل المواسم يلي كانوا قبل، بس العالم يلي بتنتقدني على هذا الموضوع البسيط كتير، يعني بوقت فرح بتروح تنتقد العالم يلي كان. انا يعني انا اصلا مش من طبعي اقول هيك، بس انه كتير زودوها. بقول انه يروحوا يشاهدوا العالم يلي كانوا قبل بستار اكاديمي كيف كانوا عم يتصرفوا، وكيف انا كنت عم بتصرف. انا تصرفي كان بكل احترام وبكل تقدير لكل حدا مغربي عم يشاهدني. ابدا ما عملت شيء مش حلو، ابدا ما عملت شيء اقل من مغاربيتي. بالعكس كل العالم بتحبني لانه انا مغربيه، وعليت العالم المغربي وفرجيت العالم انه في لهجات ريفيه، في امازيغيه، في كتير في يروحوا يشوفوا العالم كيف كانوا عم يتعاملوا قبل، وكيف كانوا عم يلبسوا، وكيف كانوا عم يحكوا، وكيف كان العناق. بصراحة هيدا كله كلام فارغ. سهيلة تعرضت لحادث، واللي صار معها كان صحيح. وبصراحة أنا بتمنى لسهيلة تكون بألف خير، وهي شخص كتير منيح، وأنا عشت معها وبعرفها وقلبها كتير طيب. والمشاريع المستقبلية صراحة عندي عروض كتيرة، واللي غادي أن يعني نقول حاجة واحدة للناس اللي بتحبني وجمهوري حبيب، نقول للناس اللي كتبغيني أنه يتسنوا مني لكل جديد، وأكيد في جديد كتير. في عروض تمثيل، في عروض غناء، في عروض تمثيل وغناء في نفس الوقت، في تكريم، في مسارح كبيرة إن شاء الله رح أغني فيها قريبا. كنقول لهم استنوني، وإن شاء الله كل جديد أكيد. وإن شاء الله عند حسن ظنكم حيت كتبغيوني، وكنحماق عليكم واحد واحد، كنموت عليكم يا أحلى